العريق ببطولاته وألقابه والباحث دائما عن الألقاب والبطولات في فترة يعني عدم توفيق تلازم هذا الفريق، وبالتالي رحيل الهولندي تين هاغ وتولى رود فان نيستلروي المهمة مؤقتا لحين قدوم إن شاء الله المدرب البرتغالي روبن أموريم يوم 11 نوفمبر. مباراة مانشستر يونايتد في المركز الرابع والعشرين في الترتيب، نادي شامبروك روفرز الذي طبعا في لقاءات البلاي اوفس المؤهلة تصل على طول الكرة والتمريرات والمحاولات هنا بمشاركة لاندلاف وإيفنز قلبي الدفاع. استلام على طول ديالو السريع المراوغ الذهاب على ملعبهم، وهو نظام البطولة الجديد وفقا طبعا لبطولة دوري. كامارا لاعب الغيني، كامارا يفتح اللعب على طول إلى زيفكوفيتش كامارا تسديده ضربت في كاسيميرو ولكن ما راحتش الكرة ويطلع ايفنز. اي بدايه كنت عن مباراه تشيلسي. يلعب في حراسه المرمى اونانا، في الدفاع مزراوي وجوني ايفنز وليندلاف ودالوت. النهارده في قلب الدفاع بيعوض ايفنز، واربع تعديلات عن مباراه لاميا في الدوري الاخيره للفريق. لسه المان يونايتد يبحث عن البدايه والانطلاقه. مباراة مهمة، الفوز والانتصار. كاسيميرو يلعبها في اتجاه هايلاند. تشيلسي امام البلوز برباعية نظيفة. على طول كرة ملعوبة في الجانب اليمين، استلام مزراوي التمرير في اتجاه اللعب امامنا هنا للمان يونايتد اللي بيحاولوا امامنا هنا الريد ديفلز شاطين الحمر. الضغط المان يونايتد وايضا كان منها بي اس فيندهوفن وريال مدريد، وختم كان مع هامبورغ، وكان ليه حديث على فكرة قال ان هو ندمان ان هو ما ختمش في ريال مدريد، وهو راح اخر سنة ليه لعب في صفوف فريق نادي هامبورغ قبل اعتزاله طبعا في 2011. على طول 12 نقطة ثم لاتسيو، توتنهام، اندرلخت ونادي ستياوا ولاعب ختاف السابق، وكان معاهم الحارس رايكوفيتش حارس اتحاد جدة حاليا. على طول استلام المرة دي من جانب اماد ديالو، انطلاقات اماد ديالو في الجانب الايمن من الملعب، يبحث عن المساندة، يحتفظ بالكرة اكثر من لازم، يحاول التمرير، يضع على طول مزراوي. شوف مزراوي يضم على طول في العمق، على طول كاسيميرو حلوة العرضية راسية جرناتشو لكن الى خارج الملعب. راسية جرناتشو ردا على كرة امامنا هنا. اللاعب ديالو عدى حلوة قوي، ديالو يرفع عينه بقى، يرفع عينه لكن تطلع كرة الى ركلة ركنية امامنا هو نيك. طبعا كوتارسكي مرة ثانية على طول جرناتشو لكن كرة تطلع. وام ماركوس راشفورد النهارده على فكرة قلت لحضراتكم 3 تعديلات. ايفنز مكان لساندرو مارتينيز الارجنتيني، ومكان راشفورد دخل ديالو، والهدف الاول يضيع امامنا هنا عن طريق هايلاند، عن طريق مستوى الدوري مع سبورتنج لشبونه. اخرها كان في الموسم الماضي، واللي بيحاول طبعا انه يكون ليه بصمه مع المان يونايتد. مره ثانيه هنا امامنا اللاعب قايمه بقى اللي فيها حكيمي وفيها مزراوي وفيها النجوم الكبار الحقيقه. مزراوي يدخل في العمق، يترك المجال هنا للاعب ديالو. لسه الكرة في الملعب، عاملها حلوة قوي المزراوي، تحرك جميل في الجانب اليمين، تفاهم ما بين مزراوي واماد ديالو حتى الان. على الارض على طول انطلاقة، يحاول ينطلق لكن الانطلاقة ما تمتش. كذلك إريك تين هاغ وصولا الى المرمى هنا عن طريق كاسيميرو، السقوط اللي بالمناسبة كان وصل للموسم الماضي ربع نهائي المؤتمر الاوروبي وخرج امام فرها في كونغو الهدفين. مرة ثانية تسديدة حلوة في انطلاقة برونو جرناتشو في الزاوية الصعبة، جرناتشو العرضية لكن ما حدش مكمل، متأخر قوي في يلعب بالاربع مدافعين، يلعب ب4-2-3-1. لاعبي المان يونايتد بول سكولز اللي في خلف كان الشاشة. مرة ثانية الرد صريح إذا باوك عنده أسلحة هجومية وعنده فكر. مرة ثانية محاولة، ثاني تدخل الخبرات الكبيرة. البرازيلي رقم 11 لسه ما شفتهوش في اللقاء ده رايسون، ولكن امامنا هو مزراوي. طلع مزراوي اول اللي انقذها هنا في الدقيقه 39. خدوا ثقه امامنا اهو، خدوا ثقه. ادي عدى بابا خطيره بابا. امامنا الحلول، قد يكون حل هنا من جانب برونو في اخر كرات هذا الشوط. برونو فرنانديش يا ولد لمه حلوه قوي. بص ودايما احييكم واحداث شوط المباراه الثانيه هنا في مسرح الاحلام اولد ترافورد. التعادل السلبي ما بين مانشستر يونايتد الانجليزي ملعبك يصعدوا مباشره دور 16، ثم بعد كده نشوف بقى الملحق ما بين اصحاب الطلبه دفاعيه. عنده مرتدات خطيره، بس فرصه كانت اخطر في شوط اللقاء الاول. لا ما زالت كاز يلعب اللاعب اماد ديالو في اليمين وجرناتشو في الشمال، وبرونو فرنانديش خلف راس الحربه راسموس هويلاند. امامنا هنا انطلاقه، حول من جرناتشو الى دالوت، قد تكون شكل مميز جدا. مره ثانيه جرناتشو
مان يونايتد الحلول الفرديه مره ثانيه كاسيميرو تمركز في نفس المكان ممكن الاستفاده لاريكسن زيركيزي راشفورد ولكن هنا جرناتشو السبيرز في نوفمبر 2011 مره ثانيه هنا امادو ولكن امادو فين راحت يا امادو مزراوي كاتب له مره ثانيه هنا انطلاقه ديالو عنده المهاره وعنده قدم يسرى وعنده تسديده المره دي والكره تطلع نادي مانشستر يونايتد على طول الكرات العاليه هنا الراسيه الهدف الاول اخيرا ديالو امامنا هو بالعقل لعبها وسجل امامنا الهدف الاول للمان يونايتد. الهدف الاول امام ديالو اخده مزراوي قال له روح بقى روح الجمال ده برضه فردي الى حد ما وظهر امامنا هو زيفكوفيتش خطير لسه بتكلم على الصربي زيفكوفيتش واليساندرو مارتينيز اسماء اللي اعتمد عليها. المان يونايتد متقدم الشياطين الحمر بقى في لقطات ولحظات استعادة الثقة سجل بعد مرور 5 دقائق بالشوط الثاني سجل أماد ديالو بعد تمريرة حلوة مرمى فيكتوريا بيلزن هدف التعادل سابها هنا إلى شواب ولكن سهلة الكرة ستيفن شواب بمهارة هديله ثقة هذا الهدف العرضية أمامنا هو أماد كانت في الدقيقة 53 رمي التمس مزراوي برونو هل الكرة طلعت أمامنا العرضية لسه الكرة في الملعب جرناتشو دون راية مرة ثانية الأرجنتيني جرناتشو الى دالوت يا راجل لاعب مينو طبعا اللي قدم مستويات مميزه جدا مع منتخب انجلترا ومع نادي مانشستر يونايتد. التحرك امامنا هنا والانطلاقه التمرير ادي اماد ديالو هل يسجل الثاني زاويه صعبه ولكن يتالق كوتاريسك رد بايجاز سجل هدف اللقاء براسيه في الدقيقه 50 من عمر المباراه مره ثانيه لاندلاف الى دالوت يعيد كره برونو يا ولد لمه حلوه قوي برونو عايز يعملها خلفيه لاندلاف محتاج يعني دعم كبير ادي الانطلاقه جرناتشو المهاره ركله جزاء امامنا هنا والحوار وهايلاند وحكم اللقاء مش ممكن دوره ولكن ما فيش ركله جزاء لكن عدى برونو المره دي على في الزاويه البعيده طبعا لمرمى باوك اللي ممكن يسجلها مش ممكن يا طارق تيسو ده وايضا دوسبودوف اللي دخل منذ قليل ووسط الملعب اللي ادي اماد ديالو خلصها حلوه قوي ديالو يا ولد يعني يعجبني اصرار اللاعب الشوط الاول بقول لحضراتكم تعرض ل يعني نوع من الانتقادات المدرجات كان هناك